أهلا ومرحبا بكم في موقع كيداهم. نقدم لكم اليوم موضوع عن نظام غذائي متوازن لإنقاص الوزن بشكل صحي. اليوم الأول والثاني الإفطار: جبن قريش، خيار، بيضة مسلوقة، قطعة من التشيدر. أما الغداء: ربع فرخة مشوية وسلطة أو 2 قطعة لحم مشوي بجانب الخضار المسلوق. والسناك: ثمرة واحدة من التفاح. أما العشاء: مكرونة مسلوقة وخضار مسلوق. وبعد العشاء قومي بتناول الخيار. اليوم الثالث والرابع الإفطار: 2 زبادي لايت، 2 ثمرة فاكهة. الغداء: مكرونة مسلوقة، سمكة مشوية. والسناك: ثمرة واحدة من التفاح. أما العشاء يتكون من ربع فرخة مشوية بدون جلد وخضار مسلوق وسلطة. وبعد العشاء قومي بتناول الخيار. اليوم الخامس والسادس الإفطار فيه بيضة مسلوقة وجبن وبسطرمة أو 3 همبرجر. أما الغداء: ربع فرخة مشوية، خضار مسلوق، سلطة مثل الخيار والخس. والسناك: ثمرة واحدة من التفاح. العشاء: بيضة مسلوقة وجبن قريش وطبق سلطة وقطعة من التشيدر ومشروم وجرجير. والسناك: خيار. اليوم السابع الإفطار فيه بيضة مسلوقة، جبن قريش، خيار أو زبادي لايت وثمرة واحدة من الفاكهة. أما الغداء: بطاطس مسلوقة وطبق سلطة وخضار. والسناك: خيار. أما العشاء: مكرونة مسلوقة وصلصة طماطم مع هذه المكرونة، مج وسلطة. والسناك: ثمرة واحدة من البرتقال. أما العشاء يتكون من الخيار. لو الفيديو عجبك ممكن تسجلي إعجاب للفيديو من الزرار ده، وممكن كمان تشتركي معانا في القناة وتتابعي كل جديد يوم بيوم من خلال زر سبسكرايب أو اشتراك. اضغطي عليه وتابعي معانا الجديد يوم بيوم. شكرا للمتابعة وانتظرونا في الجديد.